بنت فقيرة بتقع في حب جارها الغني، لكنه بيستغل حبها ليه في انه يحقق ذاته ويعاند مع عيلته الغنية وبيكسر قلبها اكتر من مرة. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. راكيل بتحضر كورسات لتعليم الكتابة علشان نفسها تبقى كاتبة مشهورة، لكنها دايما بتكون خجولة ومش عايزة حد يقرا كتاباتها. وبنعرف انها وحيدة امها وعايشة معاها في بيت صغير وجنبه بيت كبير وفيه عيلة ايرس اللي بيكون ابوه صاحب شركات الفا المشهورة. وبنعرف كمان ان راكيل مغرمة بايرس وبتنزل كل صور بتاعته من على النت، لكن النت بيقطع فجأة وبيطلع ان باول اخو ايرس سرق الواي فاي بتاعها. ولما بتسأله هو انتوا النت ما عندكوش في البيت ولا ايه، وجبت الباسورد بتاعي منين، بيعرفها ان ايرس اخوه هو اللي ادالها الباسورد بتاع الواي فاي. وبالليل بتلاقي ايرس بنفسه هو بيستخدم الواي فاي بتاعها، فبتسأله هو انت بتكرش عليا ولا ايه، لكنه بيعرفها انها هدف سهل لانه اخترق اللابتوب بتاعها. ومش بس كده، وعرف الباسورد كمان. بتتحرج راكيل لانه اكتشف ان هي اللي بتكرش عليه مش العكس. وفي المدرسة لما بتكون مع اصحابها يوشي ودانيال، يبان ان يوشي صاحبها معجب بيها، بس راكيل بتكون منفضاله. وكالعادة راكيل بتروح ورا ايرس علشان تراقبه، وبيكون حاسس بوجودها وراه، فبيستدرجها للغابة وبيواجهها بحبها ليه، لكنها بتعرفه انها مش بتحبه ولا حاجة وانها جت هنا بالصدفة. فبيكتب لها باسورد الواي فاي بتاعها اللي بيكون اسمه على ايديها، فبتتحرج منه جدا وتسيبه وتمشي. وبيوصل لها على البيت بعد ما هي بتكون طفت الراوتر، لكنه بيجي لها بالليل علشان خاطر يولعه تاني. وبيدخل غرفتها وهي ما تعرفش، وبيشغله فعلا لكنها بتصحى وبتشوفه فبتقوم تطرده، لكنه بيسيب لها رقم الشرطة علشان تكلمهم وبيثبتها، وبينط بعدها من الشباك وهي مستفزة جدا. وتاني يوم في شغلها بيروح لها ايرس وبتعرفه على يوشي صاحبها، وبيديها دعوة لحفلة بالليل منظمها اخوه، لكنه بيتجاهلها في الحفلة هي كمان. وبتلاقي اخوه باولو بيكون عايز يشرب من على البار لكنه اندر ايدج، فبتساعده هي انه ياخد كاس. وبيسكر بعدها وبيكسر تليفونها، وعلشان ابوه لو شافه سكران هيعاقبه بتاخده معاها على غرفتها. وبتكلم ايرس علشان خاطر يجي ياخده من غرفتها، ولما بيوصل بيلومها انها السبب في ان اخوه يشرب، لكنها بتتوه في الكلام وبتعرفه انه نفسه يبقى دكتور. فبيعرفها ده بسبب تاريخ الحساسية اللي عندهم من الكلور في العيلة، وان نفسه يلاقي له علاج. لكن دي مش هي المشكلة الحقيقية انه حاسس منها دلوقتي باحساس غريب. وبيثبتها لتاني مرة وبيسيبها ويمشي. وتاني يوم بيسيب لها في غرفتها موبايل جديد مكان اللي اخوه كسره. ولما بتروح ترجع الموبايل علشان هي ما بتقبلش العوض، بيكون هو بيكلم بنت تانية، وبيقوم ويقول لها ان في احساس غريب بيحسه وهو معاها هي بس، وبيدخلوا مع بعض في علاقة. لكن بعدها ايرس بيتجاهلها كأنها مش موجودة في الغرفة، وبيقول لها البسي هدومك وارجعي على بيتك يلا. فبتحس ان هي سهلة وبترجع على بيتها. لكن تاني يوم بتلاقيه باعت لها صورة بالسلسلة بتاعتها، فبتكتشف اختفائها وبتقرر تروح له علشان تاخدها. وساعتها بيعتذر لها وبيلبس لها السلسلة وبيدخل معاها مرة تانية في علاقة، وبرضه للمرة التانية بيتجاهلها. بعدها وفي حفلة بالليل بيستفزها وبتشوفه مع بنت تانية، فبتقرر تقوم ترقص وتروح تعوم مع يوشي صاحبها اللي هو اصلا بيحبها. وبيعترف لها في الليلة دي بحبه، وبتعرفه ان هي كمان محظوظة بس للأسف قلبها مع حد تاني. وبيحاول بعدها يخترق ايرس الواي فاي بتاع راكيل، لكنها بتكون حاطه شتيمة. ولما بينزل للشارع بيلاقيها سكرانة طينة ومرمية على الطريق، وبياخدها بعدها على غرفتها. والصبح بنروح لايرس اللي ابوه عايز يطلعه زي اخوه الكبير ويبقى من مديرين الشركة، وبيعرفه انه لازم يعلي درجاته في المحاسبة وادارة الاعمال شوية، لكنه بيكون عايز يدرس الطب في المانيا. وبيطلب منه ابوه انه يبعد عن راكيل لان هي دي اللي هتبوظ له حياته، لكنه بيعاند. وبيروح لها بعدها ايرس وبيعتذر لها وبالعافية بتقبل اعتذاره، وبيديها دعوة لحفلة تنكرية بالليل، لكنها بتقول له هفكر. ويوشي وقتها بيحذرها ده لانه عايز ينام معاها بس، وانه مش هيقدر يكون صديقها تاني طالما هي رضيت تبقى لعبة في ايد الفتى المدلل ايرس ابن الاغنياء. وبتقرر تروح مع ايرس بالليل، بس هو بياخدها على شركة ابوه على السطح، وبيكون مجهز لها عشاء رومانسي، وبيعرفها انه معجب بيها جدا وابتدى يتشدلها. وبيدخل معاها في علاقة وهم على السطح، والاول مرة بيبطل يتجاهلها بعدها. لكن على العشاء مع ابوه بيفضحه قدام اسرته، وبيوري له فيديو ليه وهو نايم مع راكيل في شركته. فبيصارح ابوه بيعرفه انه بيستفزه ده لانه نفسه يدرس الطب في المانيا، وهو مصر انه يكمل دراسة ريادة الاعمال هنا اللي هو مش بيحبها. وبيروح بعدها لراكيل علشان يشتغل معاها ويصرف على نفسه وعلى دراسته للطب. وبسبب ان اخوه كبير
كبير ضد العلاقة دي بيقرر يشغل ام راكيل في حفلة جرسونة، وبيعزم ارياس وراكيل فيها. لكن اول ما بتشوفها راكيل بتتحرج جدا وبتمشي، وبتشوفها امها كمان وهي ماشية، وبتفتكر انه مقلب تاني من ارياس وبتضربه بالقلم. وبيعرف ارياس ان اخوه هو اللي عمل كده علشان يخليه مركز في دراسته. وبيحاول تاني يوم يعتذر لها ايريس، لكنها لاول مرة بتصده. ولما بترجع البيت بتعتذر لامها علشان استعرت من شغلها، ومشيت ساعتها هي من الحفلة. وكانت المفروض ان هي تكمل في الحفلة وتساعدها لان هي فخورة بيها جدا. فبتحفزها امها على الكتابة وبتعرفها ان ابوها كتب رواية واحدة وكانت جميلة جدا، لكن خوفه من حكم الناس عليه ما نشرهاش وماتت معاه روايته، وانها موهوبة زيه ولازم ما تكررش غلطته وروايتها تطلع للنور. وبتقرر بعدها تروح لإيريس، لكنها بتلاقي اخوه بيطردها وهو ما بيقدرش يطلع لها. فبتبعت له رسالة ان هي مستنياه الليلة دي في حفلة المدرسة. وطبعا لان ابوه خد منه العربية بياخدها جري على هناك علشان يلحق راكيل في الحفلة. لكنه اول ما بيوصل بيلاقي يوشي وبيعرفه انه لازم يبعد عنها وان هي مشيت دلوقتي وان هو سبب تدمير حياتها. فبيطلب إيرياس من يوشي انه يضربه علشان يحس بالألم اللي سببه الراكيل، لكنه بيقع وبيتزحلق في حمام السباحة اللي بيكون فيه كلور. وطبعا إيرياس بيكون عنده حساسية منه. ولما بتعرف راكيل باللي حصل معاه بتروح له جري وبتلحقه وبتطلب الإسعاف، وبيتحط ساعتها في الرعاية المركزة. وبتقدر تقنع أبوه في الوقت ده انه لازم يبعت ابنه يدرس الحاجة اللي بيحبها وهي الطب. واول ما بيفوق فعلا بيبعته. وبعدها بتنشر راكيل اول كتاب ليها وهي قصتها مع إيرياس واللي بينجح، والناس بتحبه جدا. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا. وتنسوش بقى اللايك شير سبسكرايب في الاخر عشان يوصلكم كل جديد.